بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتشات الجبنه بالسمسم، طعمها لذيذ جدا. والاهم ما في الموضوع انها كمان تنفع الاطفال في المدارس كوجبه لذيذه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. في البدايه عندي 50 مللي من الميه الدافيه، حاطط عليهم 70 مللي من الحليب، وبعد كده ضفت 25 جرام من السكر و4 جرام من الخميره. قلبت كل الخليط كويس جدا لحد ما اتاكدت ان السكر داب معايا. هنضيف هنا بيضه، وبعد كده ضفت كمان 40 مللي من الزيت. بعد ما قلبتهم كويس جدا نزلت بالدقيق، عندي 300 جرام. طبعا انا نزلت بالدقيق على مرحلتين، ممكن نحتاج وممكن ما نحتاجش كمان نزود. فهنا طبعا انا عندي كمان رشة ملح، زودت. انا خدت كل كمية الدقيق بتاعتي وحطيت رشة الملح وهعجن، ولو احتاجت زي ما قلت هنزود، اهو على حسب نوعية الدقيق. هنا انا احتاجت دي، زودت حوالي معلقة كبيرة، وبعد كده كمان حطيت رشة من الدقيق. كده كأنا كده خلاص مش هحتاج نزود دقيق تاني. لميت عندي العجينة بالشكل ده، وبعد كده هنرجع نغطيها ونسيبها في مكان دافي لمدة ساعة تختمر معانا. هنا عندي العجينة اختمرت وبقت جاهزة. رجعت طبعا قطعتها الأول، لميتها بالشكل ده وضغطت عليها وقطعتها على 8 قطع. ولو حابين سندوتشات يكون حجمها أصغر شوية ممكن نقطعها على 10 قطع أو 12 قطعة. بعد كده هرجع أشكلها كور وهرصهم كلهم جنب بعض. هنجيب بقى صينية وهندهنها بالزيت، وبعد كده نرص كل القطع اللي عندي جنب بعض بالشكل ده، وهدهن كمان الكور اللي عندي من فوق بالزيت. وهنغطيها ونسيبها في مكان دافي كده لمدة 15 دقيقة أو نص ساعة ترتاح معانا، لأن كل العجين مرتاح معاكي كل ما كان سهل جدا في الفرد. بعد كده هنرجع نفرد العجين عندي بالشكل ده بايدي او بالنشابة، الاتنين اسهل من بعض. وعندي كمان الحشو اللي انا هستخدمه، عندي الجبنة الموتزاريلا وعندي كمان جبنة بارميزان. ممكن نضيف اي حشوات تانية احنا بنحبها، يعني مش لازم اللي انا استخدمته. هنا عندي الزبدة بحرارة المطبخ، دهنت وش العجين بالشكل ده، وهرجع اتنيه من الاطراف وهدهنه كمان بالزبدة. احنا مش هنكتر الزبدة، احنا هندهنه بس دهنة خفيفة من الزبدة بحرارة المطبخ. وبعد كده رجعت حطيت الحشوة بتاعتي، حطيت كمية مناسبة، وبعد كده رجعت قفلته. عندي هنا صينية فيها ورق الزبدة، طبعا رصيت كل السندوتشات جنب بعض، وفضلت اعمل كده لحد ما خلصت كل الكميه. وزي ما قلت هنا بالنشابه، انا ما استخدمتش النشابه في الساندوتش ده، انا استخدمت ايدي. بيبقى سهل جدا زي ما قلت، كل ما العجين يرتاح معاكي كل ما فعلا كان عندك سهل جدا في الفرد. هنا خلصنا كل الكميه، هنغطيه وهنسيبه لمده نص ساعه، وبعد كده نرجع نستخدمه. عندي هنا صفار بيضة، حطيت عليهم ربع كوباية من الحليب. رجعت قلبتهم كويس جدا وسبتهم على جنب. عندي هنا كمان السمسم اللي انا هستخدمه، ممكن كمان نستخدم حبة البركة لو احنا عايزين. طبعا هجيب السندوتشات عندي يعني هدهن بس، يعني هاخد جنب واحد بس اغطسه في البيض، وبعد كده هرجع اغطسه كمان في السمسم، وهنعمل الموضوع ده لحد ما اخلص كل الكميات اللي عندنا. هنا بقى هنغطيه مرة تانية ونسيبه في مكان دافي لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة. وفي خلال الوقت ده هنشغل بقى الفرن على درجة حرارة 180. بعد كده هيدخل الفرن، هياخد معايا بالظبط من 25 ل30 دقيقة. وده شكله بعد ما خرج، فعلا كان شكله جميل جدا، وفي نفس الوقت كان طعمه أجمل، وكان هش كمان من جوه. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وكمان زي ما قلت ممكن نضيف اي حشوات تانية، وكمان لذيذ جدا للأطفال في المدارس. بتمنى تكون وصفة النهاردة نالت إعجاب حضراتكم، وإن شاء الله يستنوني في فيديو جديد بوصفة جديدة.